طبيعي عدى عادي طبعا. واحد يقول له طبعا هو مش مصري، ممكن الموضوع بالنسبه له يبقى مفاجاه اللي يحصل ده، لكن هو اتحرك وكانه مصري يعني. اللي هو مستر مانويل جوزيه اعتقد انه خد الجنسيه بعد كل اللي شافه معانا، فيبقى يستحق الجنسيه المصريه. وانا بشكر كابتن احمد السيد صخره النادي الاهلي، ومعايا رامي اعود اليه مره اخرى. يا رامي. دكتور ياسر، زي ما قلت لحضرتك معانا لقاءات لاعبي النادي الاهلي، معاك برضه حضرتك النجم شريف اكرامي. ده صديقي العزيز. زي ما حضرتك اشدت بيه وكل الناس اشدت طبعا في المباراه، مباراه فريق ساد مالي مع النادي الاهلي. شريف. الو، السلام عليكم يا دكتور. ازيك يا شريف؟ واعتقد انه انت قدها وقدود يا شريف، يعني ما اوعى تتهز، اوعى تنكسر، اوعى تضعف. انت نجم النادي الاهلي وستظل كذلك دائما. ربنا يخليك يا دكتور، ان شاء الله ربنا ما يجيب ضعف ولا حاجه. يعني اوعى بس كلام، بعض النقد، بعض الكلام، لانه انت لاعب رائع وحارس مرمى رائع والمستقبل كله لك. ربنا يخليك يا دكتور. لا ما تقلقش والله. انا اصلا يعني انا مش غاوي حتى ان انا اقرا والكلام ده، مش غاوي انترنت يعني. قول لي بقى، قضيت اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول ازاي، وعملت ايه، وضايقت مين ومين ضايقك؟ والله يا دكتور يعني لا، اليومين الثلاثه طبعا احنا بس لسه يعني الدنيا ابتدت ايه النهارده كده، الجو عندنا اظهر عشان سمعنا ان احنا احتمال نمشي بكره ان شاء الله يا رب. حتى مش عارفين صحه الكلام ده من عدم، واحنا في الثلاثه الاخيره سمعنا حوالي مثلا بتاع 20 30 خبر كده ان احنا هنمشي يوم 7، وشويه يقول لا مش هنمشي يوم 7 اصل مش عارف في ضرب نار بره، فخلاص بقينا عايشين في اشاعات بس. بس احنا يعني جوه الفندق الحمد لله ما كانش في حاجه. هو الفكره كلها بس ان احنا يعني قاعدين مش عارفين ايه اللي هيحصل، يعني هل هنمشي، هل هنقعد قدامنا قد ايه، طب الماتش هنرجع امتى، هنتمرن ازاي، معناش لبس لبسنا في المطار، بنسمع ضرب نار بالليل، الكلام ده كله حوالين الاوتيل. يعني فهو هي دي كانت صعوبه الموضوع مش اكتر يعني. لكن الحمد لله احنا كنا يعني لحد ما كنا هاديين وكنا متعاملين مع الوضع، بس كنا بنتمنى ان الموضوع دي الازمه دي تخلص. كنا عايزين نرجع بصراحه، عشان انت يعني حضرتك عارف اكيد ان صعب قوي ان احنا نقعد 8 9 ايام في افريقيا، وخصوصا يعني في بلد فيها الاجواء دي. بس يعني الحمد لله الخبر المره دي يعني ان شاء الله يا رب هو اكيد، يعني انتوا بكره الصبح ان شاء الله الطياره هتسافر. والله يا دكتور باللي احنا سمعناه انا مش هتاكد غير لما الاقي نفسي قاعد في الطياره، يعني غير كده مش عارف نفسي باي حاجه بصراحه. والله هو واضح ان انت عشان تتاكد لازم تلاقي نفسك مع الكابتن اكرامي نفسه، يعني عشان تتاكد يعني. بالظبط يعني فربنا يسهل ان شاء الله. برضه ما جاوبتنيش على سؤالي، مين اللي ضايقك وانت ضايقت مين؟ لا الحمد لله ما حدش ضايقني خالص، ما حدش يقدر هنا. ايوه كده. هو ده شريف اكرامي اللي انا عارفه، يعني مش تقول لي ما حدش ضايقني، تقول لي ما حدش يقدر. طب وانت بقى ضايقت مين وانت تقدر؟ انا كده ضايقت الفرقه كلها. يعني مين اكتر ضحيه لشريف اكرامي؟ في الاجواء دي انت عارف، يعني الاجواء بتاعت افريقيا دي ما لهاش حل غير انت لازم تتعامل مع الوضع، هتقعد تتازم والكلام ده كله. خلاص احنا كنا متعاملين خلاص يعني. يعني في الاول توترنا كل حاجه، بس خلاص قابلنا، خلاص احنا قدامنا واقع، عشان احنا كان الحاجه اللي احنا كنا متاكدين انها صح ان احنا كنا نمشي يوم 7، فكلامنا عرفنا يوم 1 قلنا احنا قاعدين اسبوعين. بص يا جماعه نتقبل بقى الوضع ونستحمل وخلاص، ونتعامل كان احنا هنا قاعدين ما حدش يفكر في الرجوع. فهو ده اللي هون علينا كتير يعني بصراحه. والاكل كان طبيعي بالنسبه لك؟ انا عارف انك بتحب الاكل. لا هي بس المشكله الوحيده اللي قابلتنا في الاكل ان احنا يوم السفر الصبح الاكل اللي احنا كنا جايبينه معانا كنا عارفين احنا مسافرين فوزعناه كله، فبالتالي ما كانش في اكل عشان احنا يعني هو هنا في اكل في افريقيا، بس احنا عاده الاكل ده بيتعبنا يعني. احنا كنا جايبين اكلنا والشيف معانا وكل حاجه، فهي المشكله ان احنا وزعنا كل ده، فكان في مشكله طبعا ان احنا يعني هناكل ايه، طب نزل احنا متعودين عليه، بس الحمد لله اتصرفنا يعني ابتدينا ناكل. يعني جالنا في ناس تقريبا كثير مصريين هنا جم يعني بعتوا لنا اكل، وكابتن ناجي برضه اتصرف جاب لنا كده عن طريق حد معاه، جاب لنا برضه اكل، وكلنا شويه مطعم لبناني اتصرفنا. بس احنا مش مشكلتنا ما كانتش هتبقى يعني مش هنموت من الجوع كده وهناكل اي حاجه. بس ما كانتش الاكل المشكله الاساسيه، بس اللي هو ربنا خرجنا من هنا على خير يعني. قول لي كنت بتقول ايه للكابتن اكرامي؟ اكيد كان دائم الاتصال بيك وانت كنت دائم الاتصال بيه يعني. والله انا كابتن اكرامي كان هو اللي بيقول لي الاخبار الجديده كلها. انا كنت حاسس ان هو في نادي وانا اللي في مصر،
يعني يقول لي الطياره طلعت، الطياره وصلت، وانا بقول يا جماعه في حاجه، لا يقول لي لا ما حصلش حاجه، وبعدين اكتشف الكلام ده كله بعد كده هو المفروض. على العموم كابتن اكرامي كان بيكلمك على طول يا شريف. كابتن اكرامي كان بيكلمك طول الوقت، بس المره دي هو الاول مره هيتكلم معاك وهو شايفك قدامه. كابتن اكرامي برحب بيك على شاشه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا دكتور ياسر، ازيك؟ ويا ترى ايه رايك في صوره شريف اكرامي دلوقتي؟ خس ولا ما خسش؟ لا مش شايف الصوره. انت اللي شايفها، انا مش شايفها، انا بره. انت سامعنا يا شريف؟ يا دكتور يعني بحكيك على الجو العائلي الابوي اللي انت عملته على الهوا ده. يعني كان بيقول ايه بقى؟ شريف كان بيقول ان انت ما بتجيبلوش اكل وما بتجيبلوش حاجه ويعني والله نفسي اجيب له حته من قلبي واديها له دلوقتي، بس ما باليد حيله. يا سلام. شفت بقى شريف؟ وبعدين ما انا معاك كل ساعه على التليفون. طب قول لي انك عايز تاكل ابعت لك اكل. طب هتبعت له ايه يعني؟ لا عيب. وبعدين مش انا اتفقت معاك ان هنعمل رساله هم على فكره تعالى هنا رايح فين؟ انا معاك اهو. الجدع ده عشان تبقى عارف اتقطع في السيتيميشن، الدكتور فكري قطعه وعامل لي فيها لعيب. الدكتور فكري يعني ظهر كرم. ايوه انا معاك الاستاذ خالد الدرندلي يا كابتن اكرامي. يا خلود ازيك؟ رد يا كابتن خالد، رد عشان ما يجيش يقول لكم حاجه ثانيه يعني. بيقول ايه خالد؟ والله لا اهو خد كده. بتقول ايه يا خالد؟ طبعا ايه؟ لا الكلام ده يعني نقدر نقول انه غير صحيح. بص يا كابتن اكرامي، بيلعب تحت الدفاع على طول. كابتن اكرامي ايوه انا متعاطف مع شريف. مين الاستيميشن ومين اللي بيتقطع والكلام ده؟ انا متعاطف مع شريف اكرامي ضدك وضد خالد الدرندلي. طب انا وانا ضد شريف؟ يعني انت وخالد الدرندلي ضد شريف، فانا متعاطف مع شريف ضدك لا وضد بس لما اشوف خالد ازاي يبقى ضد شريف يعني؟ ما انت كمان ضده اهو. لا ده حبيبي. يا دكتور ربنا مستحيل يصدق الكلام ده. انا راجل يعني القهاوي خلاص يعني. انت ايه؟ راجل استيميشن شريف ولا ايه؟ مش هناوي يا حبيبي. قول لي يا كابتن اكرامي، شريف بيعرف يلعب استيميشن؟ ده لعيب كبير قوي والله. لا يا جماعه انا ما هنسحب والله، انا هنسحب من على الهوا والله. لا وبعدين اقول لك على حاجه، يعني ده المفروض انه لعيب عالمي، يعني لو دخل اي بطوله عالميه هيكسبها. اتفضل. انا عايز اقول لك يا شريف، انا كنت دايما بكسب الكابتن اكرامي. يا دكتور اتفضل يا دكتور اتفضل. بص يا دكتور احنا قاعدين، هم مستنيني حتى انا اروح اسلم على. بقول لك ايه يا شريف؟ شريف لما ترجع بالسلامه نبقى نصطادهم كلهم بقى في بولة ان شاء الله. لا والله ده كده يعني عيب يعني يا جماعه. في فرق يا جماعه بين المراكب الكبيره والفواليك اللي ماشيه. عيب يعني والله. احنا كده سمعتنا بقت في الارض يا شريف. لا ما تقلقش يا كابتن اكرامي، انت حبيبنا كلنا يا كابتن اكرامي وكابتن شريف. يعني كلنا سعداء بيه وكلنا فخورين بيه. معايا معاك يا رامي.